حلب تحترق. ربما تؤرقك آنات الأطفال الجائعين في غوطة دمشق وبقية المدن المحاصرة، وربما تفزعك مشاهد الذبح وأنهار الدم التي تسفح يوميا في الشام، وقد تبكيك صور أشلاء الأطفال المتناثرة على أرصفة حلب وحمص والرقة ودوما. ولكن تذكر قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. ما لم نفهم قضاء الله وقدره بهذا الفهم فنحن بعيدون عن الإيمان، فكل شيء وقع فيه خير مطلق، علمه من علمه وجهله من جهله. فحلب التي تمطر بالبراميل هي ساحة الملحمة الكبرى، والغوطة الجائعة المحاصرة ستحتضن فسطاط المسلمين يوم الملحمة، وهما أكثر منطقتين يعاني أطفالهما. هل نسينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف الملحمة بأنها مقتلة لم يرى مثلها؟ لذلك لا بد أن ينشأ جيل جديد لم يرى مثله، يعرف منذ الآن من هو العدو الحقيقي، دون أن يخدعه دجل الإعلام أو تفتنه الشعارات البراقة. يجب أن ينشأ جيل صلب لم يرى مثله، لم يقتله برد المخيمات، ولم يكسره جوع الحصار، ولم تحطمه الصواريخ والقذائف. وعندئذ ربما تفهم ماذا كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثه: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ولماذا كان يحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه اللحاق بالشام في أوقات الفتن؟ يقول سيدنا عمر: ليس بخيركم من عرف الخير، ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما.